السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا النهاردة ان شاء الله هنعمل حلويات كده وهي طعمها حلو قوي، بتدوب كده واحنا بناكلها. يلا بينا نشوف مقاديرها. هي الباستا فلورا من الحاجات الحلوة قوي، بنعملها بمربى، اي نوع مربى تحبوه. عايزة اقول لكم ان هي يعني بتدوب كده اكتر من البسكويت نفسه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. شايفين جمالها؟ بصوا يعني انا اول ما حطيتها في الطبق اتكسرت مني، يعني تحسوا ان هي كده دايبة بجد. يلا بقى نشوف عملناها ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا معايا في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي. ولو الفيديو عجبكم ما تبخلوش علينا بقى باللايك، يعني مش عايزه احس كده ان تعبنا بيروح على الفاضي. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا نشوف المقادير بتاعتنا، هسيبها لكم في صندوق الوصف. بس في البدايه كده انا جايبه كوبايه من الزبده، هي بدرجة حرارة الغرفة. فكده كده لما نيجي نحط الكوباية بيبقى فيه فراغات كده، فانا بحب اكملها بقى بالزيت. انتوا ممكن تستخدموا زبدة، كلها زبدة، او ممكن نستخدم سمنة على زبدة، او ممكن نستخدم سمنة على زيت، او ممكن تستخدموا زيت بس بيفضل يعني ان احنا نضيف اي نوع من انواع السمنة او الزبدة. وبعد كده عندي كوباية الا ربع كده من السكر، نحطها عليها. وبعد كده بالمضرب الكهربائي ده لحد ما نحس بقى ان هي ابتدى لونها يتغير شوية معايا. وابتدي بس بين كل فترة والتانية كده انزل الجوانب بتاعتها عشان السكر يدوب كويس قوي، لحد ما ياخد اللون بقى الكريمي الابيض دوت. شايفين ابتدى لونها يتغير ازاي؟ كده بقت تمام، بقت جاهزة معايا ان انا اكمل بقية المكونات عندي. اهم حاجة بس هي المرحلة دي اللي بتتضرب كويس جدا. شايفين بقى قوامها كريمي ازاي؟ كده تمام. بعد كده هنجيب بقى عندي بيضتين، بس قبل ما هنحط البيض هحط معلقه من الفانيليا السايله كده. وبعد كده البيضتين بقى اللي عندي هبتدي انزل بيهم بالتدريج. انزل باول واحده وهستنى شويه، اضرب شويه مش هضرب كتير، لان انا مش عايزاها عجينه هشه، هي زي البسكويت كده فمش هتبقى هشه قوي، فمش محتاجه ان انا اضرب البيض كتير. يا دوب بس البيض يختلط كده شويه بالطريقه دي كده، وهوقف ضرب على طول. كده بقت العجينه او الخليط عندي بقى جاهز. بعد كده بقى هجيب المكونات الجافة بتاعتي، وهي عبارة عن 3 كوبايات وربع من الدقيق. بس في البداية انا بحب ان احنا نحط 3 كوبايات، والربع كوباية دي بقى ببتدي انزل بيها بالتدريج، لان كل طبعا نوع دقيق بيختلف من نوع للتاني. فبعد كده ابدأ ازود الربع كوباية على حسب ما هحتاج بقى. وبعد كده عندي بقى معلقة، نص معلقة من البيكنج باودر، وعندي ربع معلقة صغيرة من الملح. هقلبهم مع بعض كويس، وبعدين انزل بقى بالمكونات اللي عندي. زي ما قلت لكم انا نزلت ب3 كوبايات وربع، بس طلعوا بصراحة الدقيق ما كانش حلو، فهنشوف دلوقتي انا عملت ايه. هبتدي بس اجمعهم كده مع بعض لحد العجينة ما تبقى متماسكة. شايفين كده العجينة ابتدت تلم معايا اهوت، بس هي ما تمسكتش قوي لان الدقيق ما كانش نوعه حلو، فانا زودت بس معلقة كده من الزيت، هو اللي هيلم معايا العجينة. ما ينفعش نزود اي مية او لبن او اي سوائل، ممكن نزود زبدة او زيت، انما غير كده لا. كده العجينة تمسكت معايا اهوت. هبتدي بقى اخد 3/4 كده العجينة، وبعد كده هركنها على جنب، وهاخد بس ربع العجينة وهبتدي افردها كده بالطريقة دي. احنا ممكن نستخدم ايدينا، بلاش النشابة دي او الفريرة، لانها مش بتبقى حلوة قوي يعني. هبتدي بايدي كده اسويها بس واضغط كويس. اهم حاجة ان احنا واحنا بنفردها لازم نفردها على ورق زبدة، تمام؟ لان هقول لكم دلوقتي واحنا بنيجي هنشكلها لازم تبقى مفرودة على حاجة عشان نقدر نطلعها بسهولة. بعد كده الصينية اللي انا هسوي فيها، هبتدي اعمل افرد العجينه على مقاسها كده بالظبط. وبعدين اي شكل عندي بقى انتوا حابينه. احنا في المرحله دي يا اما بنعمل اشكال زي دي، او ممكن ان احنا بنبشر العجينه بالمبشره، بنلمها كده على بعض ونبشرها. بس انا بفضل ان انا اعملها بالاشكال دي، بتبقى حلوه. وبحب اعمل الخطوه دي الاول قبل ما افرد العجينه في الصينيه. ليه بقى؟ لان الحاجات الزياده دي كلها هنجمعها تاني، نحطها تاني في العجينه عشان ما نهدرش بقى من العجينه كتير. احنا لو عملنا فردنا العجينه بعد كده الزياده دي هنعمل فيها ايه؟ فلازم نبدا بالخطوه دي الاول. وبعد ما عملت كده هشيل بقى الزيادات دي، مش هحرك خالص الاشكال دي لانها حتى ممكن تتكسر منك.
فزي ما قلت لكم حاولوا ان انتوا تفردوها على ورق زبدة او اي مفرش. بعد كده هاخد بس كده قطعة واعمل 4 كمان زيادة، لان دول يعني لما نيجي نعملهم بقى في الصينية ممكن يبقوا ايه اقل، فاحنا برضو بنعمل احتياطاتنا لان احنا مطلعين منهم زوايد كتير. فانا بعمل 4 كده زيادة على جنب، يبقى كده ان شاء الله يبقوا كده يكملوا الصينية اللي عندي. بعد كده هجيب الصينية بقى بتاعتي كده كله تمام، اركنها بقى على جنب، واجيب بقى الصينية قبل الاول الصينية هبتدي اعمل فتحات في اللي عندي ديت في القلوب، اعمل فتحات باي حاجة صغيرة شوية. فانا جبت القمع الصغير ده وبدأت اعمل فيه فتحات علشان المربى بتاعتي تبان، يعني انا عايزاها تبان، مش عايزة اداري بقى بالقلوب وخلاص، كده يدي شكل احلى بصراحة. بعد كده بقى بعد ما فرغتها كلها بالشكل ده هبتدي اركنها على جنب شويه، واجيب الصينيه بتاعتي احط فيها نقطه بس من الزيت كده صغيره وافردها كويس. احنا ممكن نجيب طرطه او ممكن نجيب اي صينيه تانية براحتكم، يعني مستطيله او مدوره، بس هي دي اخدت معايا الصينيه دي مقاس 24، فاخدت معايا العجينه وكانت مظبوطه جدا. هبتدي افرد العجينه بقى في الصينيه كده، واهم حاجه واحنا بنفردها هنعمل لها حروف صغيره، يعني نعمل حروف كده مش هنعليها قوي، بس عشان المربى لما نيجي نحطها ما تتحرقش من الجنب وتطلع من الجنب. ببتدي اعمل بس اعليها شويه كده، اهم حاجه نضغط عليها بس كويس ونسويها، ما تبقاش قطعه تخينه وقطعه رقيقه، نحاول نسويها كده على قد ما نقدر. وبعد كده نسوي برضو الحروف، ننزل الحروف معانا كده ونسويها بالشكل ده. وعندي بقى بعد ما خلصنا كده وسويناها عندي الشوكه بتاعتي، هجيب الشوكه وابتدي اعمل بالشوكه بتاعتي كده فراغات، شايفين بالشكل ده كده عشان ما تقبش مني. احنا حاطين فيها بيكنج باودر وفي حاطين فيها بيض، فممكن ايه تقب منك، فيعني حاولي ان انت تعملي لها الخروم دي افضل يعني. وبعد كده عندي مربى، اي نوع مربى بقى حابين تحطوه براحتكم، مربى فراوله مش اي نوع مربى، بس هي بصراحه بتبقى احلى قوي بمربى الفراوله. ممكن نحط مربى كريز، اي نوع مربى عايزين تحطوه يعني، بس الموجود عندك يعني، مش ما تقفيش على حاجه. بعد كده هجيب بقى القلوب اللي احنا عاملينها دي وابتدي ارصها بقى في الصينيه. اهم حاجه زي ما قلت لكم ننزل بس الحروف شويه عشان ما تبقاش عاليه قوي. وابتدي بقى اجيب القلوب دي وهحطها بقى كده جنب بعض نرصها، بتدي شكل حلو قوي. زي ما قلت لكم ممكن تبشروه بالمبشره او ممكن نعمل شرايط، اي حاجه بقى حابين تحطوها، بس ناخد بالنا، شايفين بس هي حساسه شويه فناخد بالنا واحنا بنشيلها. بعد ما رصينا بقى القلوب كلها بالشكل ده نسويها بس كده واحنا بنرصها، شايفين الفتحات اللي احنا عاملينها في النص ادت شكل حلو ازاي، بينت الفراولة. بعد كده هنحطها في الفرن بقى على درجة حرارة 170 لحد ما تاخد لون. طبعا ما ننساش نشغل المروحة، ولو لحد بقى يعني معاكي كده لحد من ساعة الا ربع كده لساعة، لو حسيتي ان هي لسه ما اخدتش لون واستوت من تحت واخدت لون من تحت، يبقى انت ممكن بقى تطفي من تحت وتحمري الوش من فوق شوية، وما نحاولش نحمرها قوي لان هي لسه بعد ما هتبرد اللون هيبقى اغمق شوية، فنحاول نطلعها يعني ايه فاتحة شوية، اللون الذهبي الفاتح ده. وهنقطعها بقى باي طريقة تحبوها ونقدمها بالهنا والشفا، بجد من الحاجات السهله قوي اللي ان شاء الله مكوناتها كلها تبقى موجوده عندك وهتقومي تعمليها بمنتهى السهوله. هي كل القصه في كوبايه الزبده بس، هي دي المشكله، هي دي الازمه. غير كده ان شاء الله كل حاجه موجوده عندك وهتقدري تعمليها، وحاجه حلوه قوي وطعمها حلو هتعجب ولادك جدا. اتمنى بقى تجربوا الوصفه ان شاء الله وتقولوا لي رايكم، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه لو لسه مشتركتوش وتفعلوا الجرس، وكمان تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. والسلام عليكم.